مشاهدينا رجعنا لكم مرة ثانية بعد الفاصل. مبادرة عيشها بالألوان مبادرة رائدة أطلقها المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللي بتهدف إلى إضفاء اللمسة الجمالية للأكشاك ولمحولات الكهرباء بوكسات التليفون. بدأوا من التجمع الخامس ومكملين في أنحاء الجمهورية. خلينا نتعرف على ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده في الاستوديو. مؤسسة المبادرة دكتور ريهام حلمي شلبي، الأستاذ المساعد بقسم الزخرفة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية. صباح الخير يا دكتور ريهام. أهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومعانا كمان الطالب من الطلبه المشاركين مصطفى عفيفي مسعد. صباح الخير يا مصطفى. اهلا بيك. اهلا بيك. ومعانا كمان خالد محمد السيد من احد برضو الطلبه المشاركين. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا في البدايه يا دكتور عايزين حضرتك تكلمينا اكتر على المبادره بدات امتى والفكره جات لحضرتك ازاي، وليه حضرتك اخترتي الدفعه دي بالذات، دفعه الفرقه الثالثه بمساعده طبعا خالد ومصطفى، ان هم اللي تبداي بيهم المبادره. حضرتك حسيتي ايه في الدفعه دي شجعك انك تعملي كده والفكره وكل حاجه؟ كلميني عن المبادره بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اشكر عميد المعهد اللي وفر لنا الفرصه ان احنا نخرج ونعمل المبادره ونشتغل ننفذ بره في الشارع. وبشكر المهندسه ريهام شعبان، هي مش موجوده معايا، هي معيده بتنزل معانا شغل، والفرقه الثالثه كلها طبعا اصحاب المبادره معايا. تمام. انا بديهم مواد في الترم الاول، فقلنا نخرج نشتغل بيها بره، ننفذ العملي بره، عشان فنون تطبيقيه انت عارفه الجانب التطبيقي عندنا بيبقى مهم زي اي كليات فن، بس بنحاول نعرف المجال اللي عندنا محتاج ايه. فنزلنا رحنا الحي وطلبت منهم ان احنا ناخد موافقات، ادونا الموافقات وابتدينا نعمل المشاريع بتاعتنا بره على اكشاك الكهرباء. تمام. ابتدينا نعمل التصميمات، طلبت من الولاد ان احنا نعمل افكار للتصميمات. الفكره اول فكره حضرتك طرحتيها عليهم للتصميم كانت ايه؟ هننزل نشتغل بره على محولات الكهرباء وهنعمل حاجه مودرن. ابتدوا يعملوا التصميمات ونختار منها ايه اللي ينفع. احنا اخترنا 4 أو 5 اشكال في الاول للمحولات الكهرباء، ونزلنا بيهم في اماكن مختلفه، اماكن متفرعه من التجمع. فنزلنا نفذنا فيها التصميمات وابتدينا نشتغل. تمام. طيب دلوقتي خالد، انت انضميت للمبادره. طبعا الدكتور هي اللي اديتكم فكره المشروع قالت لكم طبعا على الفكره وانتم بداتوا تعملوا التصميمات. التصميمات قعدتوا تشتغلوا عليها قد ايه مع بعض؟ وهل افكاركم يعني بتقعدوا مع بعض تتكلموا وتطلعوا افكار، ولا كل واحد بيشتغل على حده؟ والافكار بتجيلكم ازاي؟ وعملتوا كام تصميم قبل ما الدكتور توافق على فكره تصميم وتنزلوا تشتغلوا؟ الأول هي الفكرة الدكتور اديتها لنا، واحنا بدأنا كل واحد يشتغل تصميم معين. بدأنا نعمل كذا حد عمل فكرة معينة برضو من خلال الفكرة اللي الدكتور قالتها لنا. بدأنا نعمل الحاجات اللي في كل فكرة، في الآخر عملنا تصميم واحد. بنروح للدكتور مع كل فترة في التصميمات، بتبدأ تقول لنا عدلوا في حاجة، اعملوا في حاجة، لحد ما وافقت على تصميم. طيب مصطفى، برضو يعني ايه اللي حسيته يعني ضاف لك بعد لما انضميت للحمله؟ يعني انت اكيد الطلبه لما بتدخل الكليه في الاول ممكن ما بيبقاش عندها الحماس للشغل، ممكن تبقى زهقانه، الشغل روتيني كله زي بعض، لكن بعد لما انضميتوا للحمله هل حسيت بفرق في الشغل؟ يعني انا في الاول يعني كنت ببص للجامعه لانها ان انا يعني عايز اجمع درجات علشان اتخرج وابدا اشتغل، بس يعني بعد ما بدات ان انا انزل واشارك في المبادره مع دكتور ريهام بقيت استفاد بحاجات كتير ما كنتش بستفاد بيها قبل كده. يعني زي ايه؟ ايه اللي اتغير فيك واستفدت بيه اكتر بعد المبادره؟ يعني انا ما كنتش بحب الالوان وما كنتش بحب ان انا انزل اشتغل، ما كنتش حابب ان انا اشتغل في الشارع وكده. بس يعني مجرد ان انا شاركت مع الدكتور يعني بدات اشارك زمايلي وحبيت الموضوع اكتر، ان انا بدات اشاركهم في التصميمات واشاركهم في الشغل. الموضوع بقى بالنسبه لي مفيد اكتر، الكليه بقت مختلفه يعني بقى مفيد اكتر بالنسبه لي، غير ان هو مجرد يعني درجات هاخدها في الجامعه او هنجح او الكلام ده كله. لا، بقيت حابب ان انا اشتغل في المجال ده اصلا. انا سمعتكم كمان بتقولوا قبل الهوا ان انتوا ممكن بعد كمان لما تتخرجوا ان انتوا تفضلوا مكملين في المشروع مع دكتور. احنا مكملين يعني لحد ما يعني الدنيا يعني نلاقيها اتقفلت في وشنا، لحد مصر كلها لما تبقى بالالوان. ما هي اصل المبادره بدت بماده في الكليه وكملت، يعني ناويين نكملها مش بالماده بس، كل حاجه. بايه بقى تكملوها؟
هم الولاد هيقفوا في الماده دي، هتقف في الترم ده بس مكملين معايا في الترم ده. مكملين هيشتغلوا، مكملين. فكره المشروع هتكمل قصدي بالظبط. حضرتك. فكره المشروع بدت بيهم ومكمله بيهم. طيب هل حضرتك اللي بتختاري لهم الاماكن اللي تقولي لهم دي فعلا محتاجه شغل وانزلوا اشتغلوا عليها، ولا هم اللي بينزلوا بيعملوا بحث وبيشوفوا الاماكن وبيشوفوا ممكن شغلهم ان هو يعملوه فين؟ في مكان مثلا محتاج نضيف له لمسه جماليه، المكان ده محتاج يعني نخليه نبرزه مثلا، حضرتك اللي بتديهم الافكار ولا هم اللي بيقترحوا على حضرتك؟ انا بديت ان انا في الاول اقول لهم هنشتغل هنا، بعد كده سبتهم قلت لهم انزلوا دوروا وشوفوا ونبتدي نتكلم هنعمل ايه وهنعمل فين. يعني هم اللي بداوا ينزلوا ويدوروا ابتدوا ينزلوا هم يدوروا بنفسهم. احنا معانا برضو صور وهنشوفها وهنتكلم عليها دلوقتي مع بعض. طيب لحد لما الصور هي بدأت معانا لا دي مرحلة غير اللي احنا كنا فيها. طيب دي أول صورة معانا، ده كشك كهرباء. كشك كهرباء في التجمع الخامس في شارع 90. حلو قوي. ده تصميم مين؟ مجموعة تانية مش موجودة معايا، وده مجموعة مش موجودة معايا. بس كل ناحية منها لها تصميم. يعني كل ناحية من الكشك كل ناحية من الكشك له تصميم. دول الطلبة اللي مشاركين مع حضرتك؟ في المجموعة دي وده حاجة تانية. ده حاجة تانية. ده ايه؟ كشك كهرباء. كشك كهرباء برضه. طب ده حلو جدا. طبعا المكان هو اللي بيفرض التصميم. حضرتك عشان في التجمع فمختاره يعني تصميمات مبتكره عصريه اكتر علشان تليق بالمكان. طيب لو رحتي مثلا مكان تاني هتطلبي منهم تصميمات، مثلا لو رحتي اشتغلتي يشتغلوا في الحسين، التصميمات يعني حضرتك متخيله ان الالوان وشكل التصميمات هيكون ازاي؟ من الحي اللي احنا طالعين منه، احنا هنشتغل في الحسين يبقى لازم يبقى طابع الشعبي بتاع الحسين، طابع الاسلامي، المفردات بتاعتهم اللي هم يعرفوا يقروها من غير ما انا اترجمها. انا اخترت الحسين لان انا حاسه ان المنطقه هناك برضو محتاجه شغل ومحتاجه المفردات اللي تعبر عن الموضوع من غير ما انا اترجمها بكلام. مش المفروض ان اي حد معدي يقول لي انت عامله ايه، لا مش عامله حاجه غريبه عن المكان. بالظبط. حضرتك شايفه فين في مصر تاني محتاج ان احنا نجمله؟ يعني شايفه مصر كلها لازم تتجمل عشان مصر جميله. عايزه تروحي فين بعد التجمع تروحوا تشتغلوا؟ يا ريت وسط البلد، يا ريت يبقى في فرصه فعلا وسط البلد والتحرير والحته دي. طيب وايه اللي مخليكم يعني بداتوا بالتجمع؟ يعني التجمع يعني هي لسه جميله، لسه مكان جديد، يعني مش محتاج ان احنا نجمله، مش محتاج دلوقتي مجهود. ليه ما بداتوش بمكان هو اصلا محتاج ان هو يتجمل، محتاج الوان اكتر؟ علشان اخلي الولاد هم اللي يطلبوا نروح بعيد. انا جبت لهم القريب وقلنا نجرب، فلقينا ان الدنيا ماشيه معانا والكل مبسوط، والولاد نفسهم اللي عايزين يكملوا في كل حته في مصر وعايزين ينزلوا في الاجازه كمان يشتغلوا. ما حبيتش ان يبقى اوردر مني ان احنا هنروح هنا وهنروح هنا وهنروح هنا، لا طالبين انتوا حبيتوا بالظبط، انتوا حابين الفكره بتاعتكم طالعه بيكم ومكمله بيكم، يبقى انتوا اللي تطلبوا نروح فين ونيجي منين. طيب خالد، عايزين تروحوا فين بعد كده؟ اتفقتوا على ايه؟ والله هو لحد دلوقتي احنا خلصنا مرحله اولى في التجمع، ولسه فاضل لكم كام مرحله؟ احنا ان شاء الله في تعاون من الجهاز معانا. اشتغلنا اول مرحله، بعد كده وقفنا الشغل عشان عندنا امتحانات. بعد الامتحانات ان شاء الله هنشوف ممكن نخرج بره مدينه القاهره الجديده. هنشوف اماكن تانية برضو، بس كله واقف برضو على حسب نطلع التراخيص بتاعت الاماكن اللي تخلينا نشتغل. انا عايزه اسمع الكلمه دي. يعني انتوا حاولتوا ان انتوا تروحوا اماكن تانية بس كان في مشكله في التراخيص والتصاريح والاجراءات والروتين الروتين بتاعنا في وسط البلد فعلا وقف الدنيا ان احنا ما نعرفش ناخده لغايه دلوقتي. فربنا يسهل. انما يعني امبارح بعد الحلقه اللي كنا عاملينها على الهوا جالنا ناس من مصر الجديده قالوا لا انا على تم استعداد ان احنا نجيب لك التصريح وتعالي الترم اكيد بعد ما شافوا الشغل. اكيد الناس ما بتبقاش برضه متوقعه، ما بيبقوش متوقعين الفكره دي ممكن تتنفذ ازاي. احنا ننزل، فقلت لهم تمام ما فيش مشكله. طيب مصطفى، نفسك تشتغل فين؟ نفسك تروح فين يعني تلونه تخليه يتجمل في الوقت الحالي احنا بدانا مرحله في التجمع وهنخلصها بعد ما تخلص. شايف فين في مصر محتاج يعني فعلا ان انت تشتغل فيه؟ حاسس ان المكان ده ان انت عايز تروح؟ وسط البلد برضه نفس فكره حضرتك. بصراحه يعني هي محتاجه شغل كتير مننا. هي كل الاماكن فعلا في مصر محتاجه. يعني
الشوارع بتاعت مصر، يعني مش ما فيش مكان معين. احنا نفسنا فعلا نشوف المبادرة بتاعتنا في كل الشوارع في كل المدن بتاعت المحافظات. نفسنا ان البلد تبقى مختلفة برضو في حاجة احنا عملناها، حاجة برضو هتدي لمسة جمالية للشارع. بس هي المشكله نحافظ على اللي احنا بنعمله. بالظبط كده. الفكره ان يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دي في الشارع يعني بتبقى قدام كل الناس، فيعني كل واحد بيبقى نازل الصبح رايح شغله شايل هم على دماغه وخايف وقاعد اللي في الزحمه هيقابله، تقريبا، قاعد في ماشي الشارع اكتر ما بيروح البيت. بنقعد في البيت. فيعني لازما على الاقل يشوف حاجه كويسه قدامه، يعني تخليه أكيد. يبدا يومه بحاجه كويسه تفتح نفسه ان هو يروح يشتغل. اكيد بالظبط كده. طيب هل يا دكتور في فكره لتطوير الاماكن العشوائيه، لتلوين الاماكن العشوائيه وتجميلها؟ والله احنا بنفكر فيها فعلا عشان تبقى المرحله الجايه نشتغل عليها. طيب ازاي بقى هنعمل ايه؟ اكيد الاماكن العشوائيه يعني مش هتبقى سلسه والشغل فيها سهل زي الاماكن الجديده، اكيد هيبقى فيها حاجات متكسره، حاجات محتاجه ترميم، حاجات محتاجه تعديل. ده الشغل فيها هيكون طريقته ايه؟ اكيد هتجه لحد من المسؤولين في الجهاز الهندسي للمناطق العشوائيه والمسؤول عنها، ابتدي اعمل معاه بروتوكول تعاون. هو بالنسبه للمباني لو في اي حاجه متكسره او كده يعملوها واحنا نشتغل تجميل. يعني المكان يترمم من الاول ويتجهز وبعدين تشتغلوا عليه تجميل. طب دي برضو فكره حلوه، يعني ان هي ان انت ترممي مكان اصلا موجود وبعد كده تجمليه. اكيد هيفرق جدا مع سكان المكان، هيحسوا ان السكان مختلف. هناك هيساعدونا اكيد، يعني هيحبوا ان الدنيا تبقى مختلفه عندهم والناس تتكلم عليهم. هو الانسان يعني مخلوق على فطره الجمال ويحب الالوان، بس المكان اللي هو فيه يعني لو مش جميل بينعكس كمان على نفسيته وعلى شخصيته. فاكيد لما الدنيا تتغير وان مصر تبقى بالالوان اكيد نفسيه الناس هتتغير، اكيد يعني تفكيرهم هيتغير، واكيد فعلا هيساعدوا حضرتك في المشروع. كل الناس بتحب تلون. طيب دلوقتي انتوا المعهد العالي للفنون التطبيقيه، هل ممكن يحصل تعاون بين المعهد العالي للفنون التطبيقيه وبين الكليات المتخصصه في الفن لتنفيذ المشروع والتعميمه في باقي مصر؟ طبعا ينفع. طيب ازاي؟ يعني احنا فكرنا ان احنا برضو كل الدنيا بالنسبه لنا واقفه شويه عشان الامتحانات، انما انا فكرت ان انا انزل اعرض الفكره على كذا في كليه فنون ونبتدي نعمل بروتوكولات تعاون بيننا وبينهم، وممكن كليات تانية عاديه اللي عندهم الاقسام اللي بيهتموا بالفن. كل كليه بيبقى فيها جانب فني شويه، فممكن نتفق معاهم ان احنا نشتغل. وممكن كل كليه تشتغل في المكان اللي هي فيه، ممكن كل واحد يجمل مكانه. تمام. ممكن المبادره تبقى تتعمم اي انسان في مكانه شايف حاجه عايزه تتجمل بس لازم يعرض التصميم، يعني مش اي حد يجي في دماغه تصميم لازم يعمله، يعني هو لازم يعرض التصميم ولازم ناخد التصاريح عشان ما نقعش في مشكله الفن الجرافيتي لما ظهر فتره الثوره. بالظبط لو تفتكري الفتره دي ظهر فيها في مصر. غير التشوه ان انت ما جيتي تشتغلي في اسوار كتيره ما كانت تابعه الناس واعترضوا ان يشتغلوا عليها. احنا لازم ناخد التصاريح، فعشان كده باخد تصريح وما يوافقوا ابتدي اشتغل. طيب احنا طبعا عارفين ان مصر فيها يعني اعداء للنجاح، يعني بعد ما تشتغلوا ممكن حد ينزل يشخبط على الحيطه. ممكن انتوا بعد لما تشتغلوا ويبقى بذلتوا مجهود كده، هل لما تلاقوا حاجه زي كده حصلت اكيد المكان هيحتاج ترميم؟ بالظبط، صح كده؟ صح. طيب يعني محتاج متابعه منكم، يبقى في فريق مثلا للترميم ينزل كل فتره يتابع؟ اوريدي حصل معانا كده بالظبط. يعني كان في حد حاول يسرق كهرباء من كشك وولع. ولع الاكشاك اللي التصميمات اللي عليه والالوان بدات تروح، الالوان بقى فيها حروق، فاحنا بدانا نرمم فيها الايام اللي فاتت دي ونحاول يعني نرممها ونرجعها لحالتها الطبيعيه تاني عشان بقى المنظر مش لطيف خالص. طيب الفتره اللي احنا داخلين برضو على فتره انتخابات، وحضرتك عارفه الدعايه الانتخابيه او بيبقى في برضو يعني كل سنه بيبقى في انتخابات في انديه، في انتخابات رئاسه مجلس الشعب، كل الحاجات دي بيبقى بتشوه طبعا الصوره الجماليه لمصر. هتعملوا ايه مع الدعايه الانتخابيه اللي ممكن ان هي تبوظ الشغل اللي بتعملوه؟ والله انا بطالب اللي يبقى مسؤول عن الدعايه الانتخابيه يا ريت يراعي الجمال في الدعايه الانتخابيه. ازاي بقى؟ يدخل الجمال في الدعايه الانتخابيه. يعني دي نقطه مهمه جدا لازم يعني نتكلم فيها. من خلال شغلنا او من خلال شغل الفن يبقى دعايه انتخابيه. مش لازم يبقى البانر مكتوب عليه انتخبوا المرشح الفلاني. ممكن يقلل في التكلفه كمان جدا. يقلل في التكلفه ويخلي الجمال ظاهر، يعني انا بجمل وبرشح فلان. يعني يتوجه شويه للناس المختصين بالجانب الفني.
يهتم بالجانب الفني، مش يبقى اعلان للمرشح بس. ان هو يبقى جمال مع اعلان للترشيح او مع اي اعلان تاني. يعني يبقى المسؤولين عن الاعلان في الشوارع ناس متخصصه، مش اي حد عايز يعمل اعلان يعمله، يرجع لحد مسؤول. طيب خالد، دلوقتي انت مسؤول عن الميديا. كلمني بقى عن شغلك وبتعمل ايه يعني بجانب التصميمات، بتساعدهم ازاي في الميديا، بتعمل ايه؟ قولي طبيعه شغلك. كل جروب بينزل يشتغل في الكشك بتاعه. هو جروب مكون من 10 أو 11 شخص. بنزل ببدأ برضو أنا أصلا في المبادرة ليا كشك برضو بشتغل فيه وبخلص الشغل بتاعي تمام. ببدأ أصورهم وهم شغالين. بعمل الفيديوهات وبركب عليها أصوات، وبنبدأ نعرض شغلنا برضو على الميديا من خلال صفحة لينا على الفيسبوك اسمها عيشها بالألوان. صفحة الجهاز بتاعت مدينة القاهرة الجديدة نزل لنا فيديوهات كتير وعمل لنا بوستات ودعمنا بشكل كبير. صفحة فنون تطبيقية أكتر من صفحة دعمتنا في الموضوع ده. أكيد ده مهم جدا علشان كمان نشر المبادرة وعلشان الناس تعرف عنها أكتر، واللي عايز يشترك إن هو يقدر يعرفكم وإن هو ينضم ليكم. بنشكركم شكرا جزيلا. دكتور ريهام حلمي شلبي، الأستاذ المساعد بقسم الزخرفة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، شكرا لحضرتك. مصطفى عفيفي مسعد، شكرا ليكي مصطفى. شكرا. خالد محمد السيد، شكرا ليك، ونتمنى لكم التوفيق وبإذن الله مصر كلها تبقى بالألوان. شكرا لك. ميرسي حضرتك. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس لسه مكملين معاك باقي فقرات نهارك سعيد.